وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سبيله إلى يوم القيامة يوم نلقاه. أما بعد، هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع من كثير من الدعاة والعلماء التحذير من داعش وغيرها من الجماعات الجهادية ووصفهم بالخوارج، رغم أن ظاهر هذه الجماعات الدفاع عن السنة والإسلام ومحاربة الروافض. نرجو تبيان ذلك، زلل هذه الفرق، وهل هناك جماعات جهادية تمثل المنهج الصحيح يمكننا الدعوة لهم أو حتى الجهاد تحت رايتهم؟ الجواب أن هؤلاء الذين يمثلون أو يتمثلون أو يزعمون أنهم جماعات جهادية، فهؤلاء كما ذكر صاحب السؤال هؤلاء خوارج. ولم نعلم أن واحدا من العلماء المعتبرين الثقات زكى أمثال هؤلاء ولا دعا لهم أو أثنى عليهم، بل علماء أهل السنة مطبقون على التحذير من هؤلاء، وأنهم خوارج هذا العصر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والكفران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقاتلون للروافض ولا يقاتلون للنصارى ولا يقاتلون لليهود، ولكنهم سلطوا سيوفهم وشرهم ومكرهم وضلالهم على أهل السنة، ولا يدخلون بلاد السنة إلا قتلوا أهلها ومزقوهم شر ممزق، ثم بعد ذلك يسلمونهم للروافض يكملون ما تبقى من المهمات القذرة. فلا يعلم أن هؤلاء يوما قاتلوا الروافض ولا قاتلوا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، بل قتالهم وسفك الدماء لا يكون منهم إلا لدماء أهل السنة والجماعة والمسلمون المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. فهؤلاء هم القتلة الجزائريين سنوات طويلة باسم الجهاد وباسم إعلان راية الإسلام كأننا في بلاد الكفر، وهم الذين قتلوا المسلمين في العراق وقتلوا المسلمين في سوريا وقتلوا المسلمين في اليمن وقتلوا المسلمين في كثير من بلاد الإسلام. وصفات الخوارج فيهم ظاهرة وواضحة أبين وأوضح من الشمس برابعة النهار، فهم الذين كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، يعني أنهم ليس فيهم عالم معروف ولا معتبر ولا زكاة واحد من العلماء الراسخين في العلم، فهم حدثاء الأسنان، وكثير منهم شباب يأتون من بلاد الكفر وقد أسلموا ولا يعرفون حتى أركان الإسلام حقا ولا ما يتعلق بدقائق الإسلام صدقا، فتأخذهم الهماسات والحميات فيقتلون ويذهبون إلى هذه الجماعات فتقتلهم في ساحات المعارك، فليس فيهم عالم كما قال عبد الله بن عباس للخوارج الأوائل، قال لهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يعني هذا دليل على أن الخوارج آنذاك كانوا حدثاء الأسنان، ليس فيهم كبار السن وكبار القوم ورسخة العلم، وإنما شباب تأخذهم الحميات والحماسات فقط. فلهذا يا إخواني أنا أحذر الشباب، أبنائنا وشبابنا وإخواننا
أحذرهم من هذه الجماعات التكفيرية الخارجية التي تتخطى باسم الجهاد وباسم التوحيد وباسم السنة وباسم الدولة الإسلامية. فهذه كلها كما قال الشاعر قديما: أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. والواقع يثبت ذلك، ولا يجوز التعاطف معهم، فهم كما قال الإمام المفضل العقبري رحمه الله: فهم الخوارج الأرجاس الأنجاس. فهم الخوارج النتنة الأرجاس الأنجاس الذين ما قامت لهم يوما دولة ولن تقوم لهم بعد ذلك دولة، فكلما ظهر لهم قرن إلا وقطع، ومات بعد ذلك من شباب الإسلام الآلاف وعشرات الآلاف والأكثر من ذلك. فهم الذين حذر منهم الصحابة رضي الله عنهم، وإن أظهروا كما قال السائل قال بأنهم يظهرون الدفاع عن السنة والإسلام، وليس صحيحا أبدا، ليس صحيحا أبدا أنهم يدافعون عن السنة ويدافعون عن الإسلام ويقاتلون الروافض، ليس صحيحا ولم يوجد يوما على الواقع، بل بالعكس نفر الناس عن الإسلام ونفر الناس عن السنة ونفر الناس عن الدعوة الصحيحة، دعوة التوحيد، وبغضوا الناس أو بغضوا العلماء إلى الناس، فيستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منهم بريء، ويستدلون بكلام ابن القيم رحمه الله وهو منهم بريء، ويستدلون بكلام العلماء السابقين وهم منهم براء. فهؤلاء كما وصفهم الصحابة رضي الله عنهم، وصفهم علي بن أبي طالب في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقال علي رضي الله عنه: تعمل وتنصر. قال: هم الخوارج الذين يظهرون الخير ولكنهم في نهاية الأمر يصلون نارا حامية. فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار أو كلاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتيلهم هم شر قتيل تحت أديم السماء. كيف لا وهم يوم القيامة يبعثون كلابا للنار. فلهذا نحن نحذر إخواننا وأبنائنا وشبابنا من هذه الجماعات المنحرفة عن المنهج الصحيح السديد، الجماعات التكفيرية التي كما قلت لك تسمى دعوة الجهاد أو الخلافة الإسلامية في بلاد المغرب أو في بلاد الشام أو الدولة الإسلامية، وهذه كلها تسميتها الصحيحة، مسميات تسميتها الصحيحة الخوارج. فلا يجوز التعاطف معهم، ولا يجوز مدحهم ولا الثناء عليهم، ولا يجوز كذلك دخول مواقعهم وتصفحها. فكم هم من شبابنا وابنائنا ووليدات اكبادنا الذين دخلوا الى هذه المواقع من باب كما يقولوا هم من باب الاطلاع ومن باب الفضول، فزلوا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. كعدد من الشباب اللي دخلوا الى هذه الاماكن وابنائنا واطلعوا على هذه المواقع فصاروا يكفرون الناس حكاما ومحكومين. وهؤلاء الذين انشاهم هم الكفار الاعداء الاسلام، هم الذين انشأوا هذه الجماعات لهدفين اثنين. الهدف الاول انهم يشوهون صورة الاسلام بيد اهله، واضح، ان الكفار يتاثرون بالاعلام ويتاثرون بالتكنولوجيات. شوفوا واحد يقول انا مسلم وهذا المصحف وهو يقتل اخوانه
قبل أن يقتل أعداء الإسلام، فيشوهون صورة الإسلام والمسلمين، وقد نجحوا في هذا إلى أبعد حد. وثانيا ليقتلوا سبب الإسلام، وقد كانت مؤخرا صحوة كبيرة جدا في دول الكفر، ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، وظهر شباب كثير تخلى الإسلام سواء من أبناء المهاجرين أو من هذه البلاد الأصلية في أوروبا وأمريكا وسائر البلاد، فخافوا على انتصار الإسلام. من انتصار الإسلام فماذا صنعوا؟ قالوا لازم هؤلاء المتفرقين بس نحاربوهم في فرنسا وبريطانيا وفي إسبانيا وفي إيطاليا، يعني مساحة كبيرة، كيف نصنع لهم؟ وما عندهم هذه القوانين وهذه التنظيمات. يجب علينا أن نجمعهم في مكان واحد فنقتلهم فيه. فجعلوا هذا الأمر وفتحوا لهم الحدود وسمحوا لهم بماذا؟ بالخروج والمغادرة. تصور انت مثلا، تتصور أن هذه المخابرات الأوروبية التي هي أكبر المخابرات في العالم، أجهزة وإمكانيات وأمور وتكنولوجيات، تظن باللي يخرج 200,000 واحد إلى مكان واحد وما يخرج فيه؟ من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ هم النملة تدب بإمكانياتهم والتصور اللي عندهم، يستطيعون أن يكون كذا أو كذا. صح ولا ما هو صح؟ تصور أنت يخرجوا المئات من فرنسا والمئات من بلجيكا والمئات من إيطاليا والمئات من إسبانيا، وكلهم يذهبون إلى مكان واحد، وهؤلاء جميعا يكون لهم وما يفيقوش فيهم. فدل هذا على أن هذا كان متعمدا. صفاوهم هذا الشباب المسكين، صفاوه واتجه إلى تلك البلاد بعد أن غسلوا أدمغتهم في بلدانهم عن طريق الإنترنت وسائل الاتصال، ثم جمعوهم في مكان واحد، كلفوهم بالوكالة أن يقتلوا المسلمين، وهم كذلك لما أدوا هذا الدور وقتلوا المسلمين هم يقتلوا فيهم، واضح، يقتلوا فيهم طائفة والطائفة. فهذا أمر لا يخفى على العقلاء ولا يخفى على من كان له مسكة عقل يفكر بها. أما أن يقال بأن هؤلاء مجاهدين أو أن هؤلاء يدافعون عن الإسلام والسنة وهؤلاء يقاتلون الشيعة الروافض، أبدا. تحالف كبير بين الشيعة والخوارج. وإيران في هذه البلاد في الجزائر كانت هي اللي تدعم التكفيريين وهي اللي تدعم الخوارج، واليوم الخوارج أموالهم وإمكانياتهم وأسلحتهم وكل شيء يدعم يجيهم من إيران، بس يقتلون من؟ أهل السنة العزل. وقد رأيتموهم كيف يخرجون كما ذكر الإمام الذهبي أو الإمام ابن كثير ويتكلم على بغداد في ذلك الزمان لما دخلها الروافض. وقد رأيتم الناس المسلمين كيف يخرجون من قبورهم كأنهم الموتى، كأنهم الموتى. كل بلاد عندها داعش تتركها خرابا يبابا، تقتل من تقتل وتنتهك حرمات من تنتهك وتقتل بمن تقتل وتفجر من تفجر، ثم
بالعلم والدعوة للسنة والدعوة للتوحيد ومجاهدة أهل الإلحاد والكفر والفساد والبدع في القرآن والسنة والحجة والبيان كما قال جل وعلا وشاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالعلم وبالسنة وبالتوحيد وجاهدهم بالقرآن الكريم. أما هذا الذي يصنع الآن ويفعل الآن هذه الجماعات باطل في باطل، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجنب أبنائنا وشبابنا وإخواننا، وأن يجنبنا سبل الردى، وأن يهدينا سبيل الهدى والتقى. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لمحتوى الرعاة جاءكم إخوانكم